السلام عليكم أصدقائي. أكثر الهواة يسأل شلون نثبت الحسون الوحشي أو البري. شوفوا أصدقائي، هسه قدامكم هذا شلون رجليه سود وحشي نار. الطريقة بسيطة، تغلف القفص بقطعة قماش أو نايلون أو أي شيء أنت ببالك اللي يعجبك، يعني تغليف كامل بس الوجه مفتوح. هاي أو طبعا هذا حسون صار لي يومين. شو تسوي؟ تبدي طبعا من جبته، لو غير واحد يمكن يشمره من كثر ضربته بالسيم وش قد وحشي نار. شو تسوي؟ بنقدم له الاكل بس يعني كل شيء ولا تجوع، ما تجوع الطير هالشكل. قبل ما تقدم له الاكل يوميا تشوف لي اياه، تقدم اليوم العصر باكر نفس الوقت تقدم لي اياه، حتى يعرف الطير بانه انت ما جاي تاذيه، انت جاي تساعده بالطعام وغير شيء. اكو بيهم يقول شلون اغلفه؟ انت حاط علاقه، انا حاط علاقه، لا اي قطعه قماش او شيء. كان شوفوا اصدقائي الساده قدامكم الطير ثبت والحمد لله والشكر، ودا تشوفونه يعني ثبت بالقفص. وشوف هسه هو اللي يجعل، شوف هسه هو اللي يجعل الطعام مالته، يعني هذا صار يومين امانه الله ورسوله الحمد لله والشكر. هاي طريقه التثبيت كلش راقيه وما بها صعوبه، وبعض لا يصعب لك اياها كلش سهله، بس تحب صبر. هذا الطير صار لي يومين وقدامكم وامانه الله ورسوله يومين انا مشتري، حتى اشتريته من سوق الغزل من ابو عبد الله احمد، وهاي قدامكم هالشكل. بعدين تخلي له الطعام مالته. شوف هسه هو اللي يجعل اكل، يعني هاي قدامكم باعوه. شوف شلون ثابت الطير، قريب عليه يعني وثابت.